6 أفكار ممكن يحسّنوا معاك وقت المذاكرة جوّه البيت. عارفين وقت المذاكرة اللي بيبقى صراع رهيب في بيوتنا كلّنا ده؟ تعالَ أقول لك كام فكرة يحسّنوا معاك طبيعة وقت المذاكرة اللي هو وقت يومي في كل البيوت. من أول الأفكار ثبّت مكان المذاكرة، من قوانين بيتك اعمل مكان ثابت للمذاكرة، ما تسمحش إن الأولاد تذاكر شوية على السرير وشوية على الأرض وشوية على السفرة. تغيير مكان المذاكرة كتير بيخلّي المُخ ما يفهمش إن ده وقت المذاكرة الأساسي، وبيخلّي يعيق المُخ على الربط الذهني ما بين زيادة النشاط العقلي وما بين المكان ده. لكن لما بنثبت مكان المذاكرة المخ بيفهم انك عايز تذاكر فبيثبت لك، هو كمان بيعلي النشاط العقلي معاك. ده غير ان في اماكن تانية مرتبطة ذهنيا في مخنا في عقلنا اللاواعي باوقات الراحة او الاكل او النوم. فما ينفعش اذاكر على السرير على السفرة الا مع التثبيت ان خلاص كل يوم بنذاكر في الحتة دي، اي نشاط ذهني بنعمله في الحتة دي، حتى لو بنلعب او بنعمل بازل او بنلون او كده قاعدين في نفس المكان. الفكرة التانية استخدام المثيرات البصرية. يعني ايه؟ استخدم ستيكرز او اقلام لايتر اللي هي الاقلام اللي بتعمل لايت كده على الكتابة. ادي لابنك رسومات الوان حاجات ملونة يقدر فيها يعمل بيها مثيرات بصرية. المثيرات البصرية بتربط العقل اكتر من الحاجات المجردة. يعني ايه؟ يعني بتخلي العقل يركز اكتر ويعمل ربط ما بين المعلومة واستخدامها، فبالتالي يحتفظ بيها احسن ويسترجعها بشكل اسهل. الفكرة الثالثة نوع المدخلات. جو بقى المذاكرة القديمة بتاعت اقعد على مكانك وركز وربع ايدك وبص وركز وبتاع الكلام ده ادم خلص من سنة 60 خلاص. الاصل انك تنوع المدخلات وفقا لطبيعة ابنك، ولو ما تعرفش طبيعة ابنك جرب لغايه ما تعرفها. مدخلات بقى حركية بصرية سمعية حسية. ابدأ فكر وابتكر طرق تخلي الطفل يرتبط اكتر، والحواس مدخل مثالي للطرق دي. ابدأ خلي الطفل يتحرك يلعب ينط يستخدم اطواق يستخدم حواجز. الحواجز دي مش لازم تشتريها، انت ممكن تستخدم المخدات بتاعة الانتريه حواجز، الشوزات بتاعة البيت اللي هي الأحذية يعني كأنها حواجز، وينط ما بينهم ينط فوقيهم يعمل فيها جري زجزاجي ويجري لغايه هناك، وبعد كده يحل لاين في الهوم وورك وبعد كده يرجع تاني يجري مثلا قفزة الأرنب ويجي هنا يحل صفحة تانية وهكذا. كل ما كان طفلك أصغر كل ما محتاج تنويع للمدخلات. استخدم مدخلات سمعية هاتها من اليوتيوب أو من الإنترنت أو اسأل شات جي بي تي أو استخدم أي طرق تساعدك في ده. نوع المدخلات دي طريقة ممتازة لتحسين الإدخال العقلي أو إدخال المعلومات إلى العقل، فبالتالي العقل يدخلها أحسن ويسترجعها أسرع. الفكرة الرابعة وقت الراحة. وقت الراحة مهم جدا. زي ما بنخطط للمذاكرة نخطط لوقت الراحة. إزاي هناخد بريك وهنستثمره إزاي؟ يعني البريك الأولاني هنعمل إيه والبريك التاني نعمل إيه والبريك التالت نعمل إيه. هنخلص اللاين ده وبعد كده ناخد بريك نعمل كذا، هنخلص الصفحة دي وبعد كده ناخد بريك نعمل كذا. زي ما بتبدع في المذاكرة ابدع كمان في البريك، وخلي الطفل يحس إن البريك وقت مهم، مش وقت كده على الهامش بتخليه الطفل يعمله عشان ترتاح منه. لا، يلا نخطط للبريك ونظبط له افكار حلوه كمان. الفكره الخامسه اوعى واياك تشتغل من غير جدول وتخطيط. حتى لو الجدول والتخطيط بياخدوا منك وقت وانت بتحس انه وقت ضايع وما بنلتزمش بيه كفايه، مش مهم. لكن مع الاعتياد المخ بيعتاد انه يمشي وفقا لجدول وفقا لخطه حتى لو ما بيلتزمش بيها قوي. ما تشغلش بالك بالنقطه دي، لكن دايما علم ابنك يعمل جدول ويعمل خطه ويحاول يلتزم بيها حتى لو مش 100%. دي مهاره مهمه جدا جدا جدا، فعلمني كيف اتعلم. اخر فكره هقولها لك النهارده وهي الفكره رقم 6، وهي مشاركه الوالدين ودعمهم. مشاركه اولادنا في المذاكره مش بس عشان نبكتهم ونقول لهم قد ايه هم مقصرين وبيحبوا يلعبوا ويتدلعوا، دي مشاركه نفسيه بتعمل ذكريات بيني وبين اولادي، والذكريات دي هي اللي بتبني التواصل النفسي بيننا بعدين. اوعى تخلي وقت المذاكره وقت جحيم بينك وبين اولادك ويأثر على علاقتك الوالديه بيهم. مفيش حاجه في الدنيا تستاهل تكسر علاقتي النفسيه باولادي.